خلاص يا ناس، يا لهوي على السكر ده الصغنن القمر ده. طبعا ده ابن اخو كابتن احمد رفعت، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. تواجد اخو احمد رفعت وابن اخوه السكر القمر ده حاليا في قطر، اني كلنا عارفين ان كاس العرب هذه البطوله هتكون ان شاء الله اسمها بطوله احمد رفعت. تواجدهم هناك في قطر علشان ان شاء الله يتم تكريم احمد رفعت في الحفله الاختتاميه. ان شاء الله هيتم تكريم احمد رفعت زي ما قلت لكم في الحفله الاختتاميه، تخليد ذكراه. طبعا اللي عمل كل الكلام ده اللجنه المنظمه، فشابوه للجنه المنظمه على الحركه السكر دي، صراحه حركه حلوه. طبعا دي مناسبه جميله جدا ان احنا كلنا نترحم على احمد رفعت، مفيش حد ينساه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. بس ابن اخوه امور خالص الصراحه يا جماعه، خلاصي خالص. طبعا كمان شويه مباراه مصر والامارات ومباراه الكويت والاردن خلصت بفوز الاردن 3-1 على الكويت، وحاليا الاردن نمبر 1 في المجموعه. المباراه اللي كمان شويه مفيش اي حاجه يعني، خلاص لا بديل عن الفوز. محمد شريف اظبط رجلك لو هتلعب، انا معرفش انت قصتك ايه. عمرو السولية، ابو ليلى نركز، قفشه، القاضيه، كل التوفيق لمنتخبنا. نونا ده مجنني.